السلام عليكم. فقت في هذا الصباح هذا كندير شويه ديال لامارش. هانتوما كتشوفوا يعني شويه ديال لامارش. المهم درت واحد الدويره خفيفه شويه على التيران على الملعب اللي حدا الدار، وغنشارك معكم ان شاء الله النهار ديالي. والجو كان زوين في الصباح، يعني كانوا وليدات كيمشيو للمدرسه، وتلاقيت الاخوات ديالي حتى هما غادي كيديروا لا مارش، يعني النساء. يعني كان الجو رائع، وهذه هي البدايه ديال الايام ديالي. صافي ان شاء الله. دابا انا قريبه للدار، دابا قربت ندخل ان شاء الله للدار، يعني داري في الملعب هنايا. التيران وان شاء الله هانتوما معايا باش دوزو معايا هاد النهار هذا والغديوه ديالي وكل ما درت في هاد اليوم هذا ان شاء الله. يلا خليكم معايا. وبعد ما يعني كليت ودوشت، دزنا ان شاء الله لهاد نشارك معكم هاد الطريقه ديال السردين يعني ب3 المعالق ديال الماء، وكذلك طريقه الطهي ديالو يعني بدون فحم. بلا يعني بطريقه بحال كنطيبوه فوق العافيه فوق المجمر. يعني واحد الطريقه، بقاو معايا في الفيديو ان شاء الله وتكتشفوا معايا. عندنا هنا السردين غسلته كيف ما شفتوا. هنا عندي التوابل، عندي الثومه وعندي الازير وعندي الزعتر، وكذلك كندير دابا شويه ديال الهريسه، الحار السودانيه. غندوز ان شاء الله العطريه اللي كتشوفوا يعني هنايا. هذه البابريكا اللي في يدي، الاخرى هي اللي السودانيه، والكمونه هي الاولى، وهنايا التحميره اللي هي البابريكا. وهاد القرعه هذه كيف ما كتشوفوا عرفتي راه ديك كيتسدوا ليا العوينات ديالها، لان التحميره كتكون من يدبه كتبقى يعني كتعكس، ولكن كنحاول معاه حتى كنقضي الغرض. من بعد غادي نديرو شويه ديال هذا الكمون والملحه. انا كندير ديك عندي الملحه، ديك الملحه الغليظه اللي كيقولوا الملحه الحيه، كندقها مزيان مزيان، وهي اللي كنطيب بها. عندنا هنايا القزبر والمعدنوس مخلطين، انا كنديرهم مخلطين. كاين اللي كيبغي يدير على القزبر ولكن انا كنخلطو. يعني الشرموله العاديه ديال السردين. هذه الطريقه هذه الاخوات انا غادي ندير، الاخوات والاخوان غادي نديرها ان شاء الله. يعني كطيب في الطاجين، وفي بحال غادي نطيبوها بالفاخر يعني بالجمر، ولكن بطريقه اخرى. كنشدو كنعمرو هاد الحوت مزيان، هاد السردين كنعمرها مزيان بهاد العطريه بهاد الشرموله ديالها، وكنستفوها. يعني طريقه عاديه، شرموله عاديه. انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الطهي ديالو. هذا الطويجين هذا يعني طويجين ديال السردين ما شاء الله، كان مغسول وخليته تقطر مزيان، وكنعمرو مزيان هذيك السردينه، نعمرها مزيان باش الشرموله كيف ما كتشوفوا. كنبقى مع هاد الطريقه حتى الاخر الاخوات. صافي ملي ساليت غادي نغطي عليها ونخليها يعني يعني كترقد في هذيك الشرموله ديالها. وندوز ان شاء الله غادي ندوز نشارك معاكم. هنا عندي الثومه وعندي الحامض وقصيد ناموسه. هنا هذه هي الطريقه اللي غادي ندير. غادي نديروا هذه المقله، غادي ندير فيها هذاك الحص، كنكون جمعته وكنغسلو مزيان، وكنشوف مقيله اللي تجي قد الطاجين. يعني هنا عندي الحص جمعته، صافي كنشعلها نخليها كتسخن. هنايا كنت عاجنه الخبز الاخوات، وهنا نقرصو بالدقاق ماشي الدقاقه، بالنخاله الغليظه. هنا راه يعني تطلاق لي الخبز الحمد لله كيف ما كتشوفوا. غنقرصو ونخليه يخمر، ونرجع عاوتاني للسردين ديالي نشوف شنو اللي دار. انا كنقرصو بالنخاله الغليظه كيجي زوين.
كذلك عندي هنا الحمص، يعني مع هذا البرد اللي كتعرفوا دابا كنحتاجوا الحريره، كنحتاجوا بزاف ديال الشربات بالحمص، يعني وصفات بالحمص. انا كندير هذه الطريقه، كنفزقو يعني كنفزق كميه كبيره، وكان يعني كنديرها في البلاستيكات ديالها، وكنديرها في المجمد كيف ما كتشوفوا. عندي واحد الكميه ديال الحمص باش ما نبقاش كل مره كنفزق. صافي كتجيني الطريقه ساهله. هنا غادي نمشيو نجيبو الطاجين ديالنا. انا عندي هذا الطاجين هذا قديم عندي، ودائما كنطيب فيه ما كيحرق ما حتى حاجه. الا بغيتو الطريقه كيفاش يعني وجدت هذا الطاجين قديته باش ما يحرق ليا الماكله، قولوها ليا باش نشاركها معكم. قولوا لي في التعاليق. كنديروا البطاطا هي الاولى، كنديروا هاد المطيشات كيف ما العاده وكيف ما كل شيء كيعرف كيفاش يطيب الحوت او السردين في الطاجين. كندير مطيشه، كندير هاد الفليفله، كانت خضراء وحمراء وصفراء تبارك الله ما كانش، يعني نقضيو بهذا الشيء اللي عندنا. انا قضيت باللي كاين في الدار واللي هو موجود عندي. كنشوف كنخلي شويه د الفلفله، ما كنديرهاش كلها، كندير غير شويه. انا اصلا ما كنبغيش الفلفله حلوه بزاف في الحوت، كيعجبني فيه بطاطيس ومطيشه. المهم كنستف هاد الحوت ديالنا هنا بهاد الطريقه هكا اللي هو السردين. كنمشي مع هاد الطريقه هكا كيف ما كتعرفوا كلكم. انا عيل كنشاركو معاكم، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. وما شهيتكم مع هاد البرد هذا كيحتاج هاد الطويجين هذا. كان دوك يعني الفلفله، درت فلفله وحده كيبقاو فيها هاد شويه كنديرو فوق هاد السردين. من بعد كندير الرويس ديال هذاك الثومه ضروري في هذا البرد. وهذا اوراق الرند او اوراق سيدنا موسى كيف ما كنقول لهم، ولكن اوراق الرند هي باش السميه ديالها. وكاين بعض المناطق اللي كيقول لهم ورقه سيدنا موسى. كندير هذا الحامض، الليمون او الحامض. حنا عند هاد الفليفله حاره، يعني كتلقط هذه راها يعني كتشوط حاره بزاف. هاد الحامض هذا ما كنديروش انا بالزريعه، لانه بلدي تبارك الله عامر بالزريعه. حيت له هاد الزريعه كلها باش ما كيجيش الماكله شويه يعني حاره. انا هاد الزريعه ديالو كنجمعها وكنديرها واحد الطريقه ديال الاستنبات. ومن بعد اللي بغى ملي كتديريها استنبات ممكن ديريها في شي محبقه عندك، وملي كتطلق تعطيها للجيران تفرقيها معهم كل واحد اللي بغى شي شويه، وكتغرسيها اولا تبيعيها اولا يعني كمشروع. راه ممكن هذا ديروا منه مشروع، هاد العظم ديال الحامض. ان شاء الله نشارك معكم الطريقه كيفاش كندير الاستنبات دغيا كينبت. صافي هاد الشيء اللي بقى كنديروا دوك 3 د المعالق كما قلت لكم. 3 د المعالق ديال الماء باش كيطيب هاد الطاجين، لا غير 3 د المعالق. وكتكون ديك العافيه مهيله فوق داك الحص، يعني كيجي الطاجين رائع ما شاء الله. هنايا راه درت معلقه وحده رانا خاوياها، يعني خويتها قبل ما نشعل الكاميرا. وهنا غادي نزيد المعلقه الثانيه اللي كتشوفوا، والمعلقه عامره. اذا هنا عندنا جوج المعالق. المعلقه الاولى راه كنت درتها قبل ما نشعل الكاميرا، المعلقه الثانيه صافي كان داك الميها وهذيك العطريه اللي بقات وديك الشرموله صافي كنضوي يعني نخويها على فوق هذاك الحوت وعلى ديك البطاطا. ومع مطيشه عندنا حتى كتطلق الماء، السردين حتى هو كيطلق ليدام ديالو، يعني كتجي الطريقه هي هذه. صافي ملي درت غنزيد المعلقه الثالثه، لان قلت لكم 3 د المعالق. معلقه يعني خلطتها مع هذيك العطريه وخويت 2 معالق مع العطريه وخويتهم. وهذه المعلقه الثالثه هذه هي اللي صافي كنديرها فوق الطاجين كيف ما كتشوفوا حتى هي. يعني هنا لحد الان درنا 3 د المعالق، 2 خلطت بهم هذيك الشرموله والثانيه درتها في الفوق. صافي كنشد الطاجين ديالنا وكندير ليه ما نساوش واحد القطيره ديال الزيت، ما نساوهاش ماشي غير قطيره، يعني كندير الزيت كنزيتو لان الحوت راه تا هو ميدم. السردين كنعرفوا راه كيطلق لي دم ديالو. صافي كنديروا هاد الخيوط ديال الزيت. انا دائما كندير الزيت البلديه.
وبعد مرة كندير الزيت مخلطة. هنا راه سخنات هذيك الحجر صافي، ملي كيكون سخون كندير فوق منه الطاجين نغطيه وكنخليه حتى يعني كيبدا العافية كتكون مهيلة. هذه هنا راه حطيت الطاجين وكنت مغطيه عليه ومخليه يعني دغيا كيبدا كيطلق البخار ديالو صافي. كنخليه كيطيب. دابا هانتوما كتشوفوا يعني غادي الطاجين كيطيب. العافيه كما قلنا مهيله. وكنتمنى الطاجين يعجبكم وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وهذا هو النهار ديالي.